بما اننا بقينا اسره مع بعضينا خليني احكي لكم اللي حصل. لما مؤاخذه اعذروني في قمطتي لان انا مش قادره، عندي صداع هيموتني. المهم في حد كلمني عشان عايزيني في اعلان وكده، فقالوا لي نظامك دنيتك. قلت لهم بصوا والله يا جماعه انا ماليش اي طلبات، انا عينيا ليكم وادعمكم بقلبي، وخصوصا ان هم شباب صغننين يعني. فقلت لهم عادي، بس انا عندي معلش مشكله واحده بس، ادوني وقتي ومساحتي في الريفيو، لانه يا جماعه انا معلش مسحوله مع بنتي ومش بقدر اسيبها، وعلى طول ببقى ملتزمه معاها بروتين يعني. فاعذري. لقيتهم بيردوا عليا رد حقيقي انا حطيت لهم اعجبني. ليه بقى؟ لان هو اعجبني فعلا. قالوا لي ليه ما كل البلوجرز عادي والانفلونسرز عادي يعني مخلفين وهو عادي بيشتغلوا شايفين حياتهم ودنيتهم والدنيا لافلي، ده في منهم 24 ساعه على اللايف. فهم كانوا محشور في زورهم كلمه، بس هم ما رضوش يقولوها لي عشان هم ذوق شويه، اللي هو ايه اشمعنى انت يا وليه؟ كلامهم ده ضايقني جدا، لدرجه انه خلاني وخلى ثار فضولي اني ادخل اشوف باقي البلوجرز ازاي بيشوفوا شغلهم، هم عندهم اطفال، وخصوصا ان احنا بسم الله ما شاء الله 2023 كل البلوجرز خلفوا الله اكبر علينا يعني. المهم قلت يا بت ادخلي شوفي بيعملوا ايه، اتعلمي منهم، عشان يمكن هم عندهم سيستم حلو روتين لطيف، مفيش مشكله لما نتعلم من بعضينا. لقيت ان معظمهم عندهم ناني، واكتشفت ان انا الناني في حياتي، انا ما عنديش ناني. فقلت ليه ما اجيبش ناني؟ وحقيقه الفكره فضلت تدور في دماغي، لاني الصداع ده ما نمتش بقالي كام يوم، لاني بفكر ازاي اجيب ناني واجيبها من فين. انا لما بنتي تتعلق بالناني، طب انا فين؟ ما فهمتش، ما لقيتش اجابه. وبعدين الحاجه اللي برضو مش لاقيه لها تفسير خالص، هي الناني المفروض بتساعدني عشان انا بقوم بواجبات بنتي. يعني الناني دي على ايامنا كانت بتساعد، يعني الام مش بتتولى الطفل، او مش عارفه، او يمكن احنا اهالينا كانوا مختلفين ولا ايه، مش عارفه. المهم ان انا لما اجيب ناني هي اللي تاكل بنتي وتشرب بنتي وتبوتي ترين مع بنتي وتخرج مع بنتي وتتفسح مع بنتي وتلاعب بنتي وتنيم بنتي. طب انا بعمل ايه؟ انا عايزه اخد خطوه الناني دي، بس انا مش مقتنعه بيها، فحد يقنعني عشان حياتي واقفه. بجد كمان الماميز اللي بيطلعوا 24 ساعه لايف، انتوا بجد كل ده البيبي مع الناني او مع مامتك، يعني يا بتسيبيه مع مامتك يا مع الناني. طب ما هي مامتك هي دورها خلص خلاص، هي ربتك يا حبيبتي وكبرتك وجوزتك، يعني ليه بتسحلي الوليه معاكي اكتر من كده؟ بجد والله ليه بنرهقها؟ يعني ليه نستنزف الست الحبايب اكتر من اللازم؟ بجد الموضوع غريب يعني. انا ما كنتش واخده بالي حقيقي. انا اللي هو فجاه كده لقيت كله عنده ناني، وفي حد من اللي بيعملوا فيديوز وكده طلعت تقول انا اول يوم هقضي طول اليوم مع ابني. الجمله وقفت عندها كده، لو انا بس مش فاهمه، هي الناني هتحب البيبي اكتر منك كأمه؟ هتخاف عليه وتحتويه وتحتضنه وتحن عليه مهما كانت حنينه وكويسه وامينه ومحترمه وبنت ناس وكل الحاجات؟ عمرها ما هتديله المشاعر اللي انت تديها له كأم. عمرها ما هتعرف توصل له الحنيه المشبعه لرغباته ومشبعه انه تطلع منه انسان سوي نفسيا. اعتقد يعني لو الموضوع مختلف برضو حد يفهمني، وجهوني يا جماعه، ما فيهاش حاجه لما نتعلم من بعض. المشكله ان انا عامله الفيديو عشان حد يقنعني بالناني، وانا بقنعكم ان ما حدش يجيب ناني. يا لهوي عليا.